دير شي لايف ولا؟ لا نصور غير البحر من نونويس. شحال بعيد على طنجة نونويس؟ ما نعرف. على العقبة 5 كيلومتر. ياك هذيك طنجة هي اللي مع البحر. شي 5 كيلومتر. هذه مدينة طنجة التي نشاهد الآن بشاطئها الجميل، ونحن الآن نأخذ هذه الصورة من مكان قيادة نونويس المرتفع عن سطح البحر الرائع، منظر ممتاز جدا. نحن الآن في هذا المنحدر ننزل مباشرة إلى سميتها البلايا ديال مدينة طنجة، والحومة اللي كتدخل طنجة سميتها المباشرة طنجة البلية. نعم، قبيلة النجرة التي تمتاز بخصوبتها وطبيعتها الخلابة كما تشاهدون. طبيعة رائعة خلابة جدا. ولقد استضافنا أحد الإخوة بمكان قرية اسمها سيدي إبراهيم. نعم، توجد كذلك قرب قيادة نونويس. هؤلاء الناس والله كرماء جدا جدا جدا، وفضلاء وذوي أخلاق عالية. هذا الطريق إلى أين تتجه؟ لها الفنيدة قصر الصغير. الحمد لله. هذه الطريق تؤدي إلى القصر الصغير. ولقد أخذنا الآن اتجاهنا إلى مدينة طنجة البالية. هي في الحقيقة طنجة الجديدة، ولكن قد تسمى بهذا الاسم طنجة البالية. أما هي في الحقيقة من حيث الطبيعة والعمران والمنظر الجميل والشاطئ والعمارات الشاهقة فهي طنجة الجديدة، لكن الاسم طنجة ها قد أحسن. طنجة البلية. طنجة، ها هي طنجة البلية. انظر إلى هذا النوع من العمران، العمارة الشاهقة جدا من 6 طوابق. برفقة صديقي رمزي محمد. وهذا هو الرجل الذي استضافنا وأكرمنا وجزاه الله خيرا. إنه الأستاذ محمد رمزي، الراقد المغربي. محمد رمزي اللي خذا واحد الشهرة في مدينة طنجة كبيرة جدا وبالشمال، واللي كيتشافوه على يد الناس من أمراض مستعصية جدا جدا، وهذا بفضل الله. سيدي محمد، ماذا تقول لجمهورك؟ وش نقول لهم؟ كنتحيهم هذا المنبر، وكنسلم لجميع المغاربة الأحرار في الخارج وفي الداخل، وداخل الوطن وخارج الوطن، وأي إنسان محتاج شي حاجة ولا باغي يتعالج من الأمراض الروحية بإذن الله عز وجل، ومرحبا به، وسوف يرى بقرة أعينه. والحمد لله، والناس يعرفوننا بأننا نولد في مدينة طنجة. الحمد لله، أي إنسان جا عندنا وقصدنا ودار النية ديالو، الله عز وجل كيسخر ليه الأمور ديالو.